أنا رشا شربجي من مواليد دارية 82، خريجة أدب إنجليزي وعندي 5 أطفال. هلا سبب اعتقالي يقولوا لي إنه الضغط على زوجي، بس أنا ما كان علي، يقولوا لي ما قدرناك أنت بأي تهم، بس كوسيلة ضغط، بما إنه زوجي كان مطلوب للدولة وما قدرانين يجيبوه، فجابوني انا واولادي واخواته بدل مني. ضل الاولاد معي 4 شهور ونص، وبعدين اخذوهن على الميتم. فلما اخذوهن على الميتم كانت حالي صعبة كتير، ويس كتير عارك، تخبى بالحمام وصار يترجى من عماته انه لا خلوني هون ولا لا تخلوني ياخذوني على الميتم ابدا. فشب القلم فات على الحمام وحمله وحطه بالباص غصبا عنه. ومنى وبتول ما عرفانين، كانوا صغار يعني ما عرفانين شو صاير. فلما ركبوا بالباص مفكرين اني انا طالعه معهم. هلا ضل الاولاد غايبين عني 2 وشهرين اثناء الاعتقال، وبهالفتره ما شفتهم للاولاد غير مره واحده، وهي قبل اخلاء سبيلنا بشهرين. وبسبب انه النساء هنيك عملت ضجه وصار في اضراب، سمح لكل امراه معتقله لها طفل بالميتم سمح لها انها تشوفه. وانا شفت اولادي بس بمده كثير قصيره، يعني يمكن شي 10 دقائق. بهاي ال10 دقائق يعني انا استغربت، كان في برود من جهة اطفالي. التوأم ما عرفونا نهائيا، يعني ضلوا بحضن المربية. ولما شفت الاولاد يعني فرحتي ما بعرف شلون بدي اوصفها، ولا يمكن اقدر اعبر عنها. انه الحلم على قد ما كان الحلم شيء خيالي عندي، فجأة هيك انه يجوا ينادولي ويقولوا لي انه طالعة حنخلص سبيلك وسبيل اولادك وعماتهم. كان حلم كتير كتير كبير، والحمد لله تحقق.